إنها المأساة مرة أخرى. لعبة الحوت الأزرق تسجل رابع ضحية لها بولاية سطيف والسادس وطنيا. الأمر يتعلق هذه المرة بطفل يدعى العمري يبلغ من العمر 14 سنة يقطن ببلدية الطايا. الطفل انقطع عن الدراسة منذ عامين، وقد حرمه والده مؤخرا من الهاتف النقال الذي تعلق به منذ مدة. مشيت كي لحقت لقيت الباب تاع الكراج مسوخ، كي طليت هكذا كان كيما نقولوا كانت الظلمه شويه، كي شفت هكذا شفت الراس واقف الباب تاع الكراج. الباب كيما نقولوا الباب كاين باب صغير وباب كبير، برطي صغير وبرطي كبير. رحت نجري لقيت الله اكبر، كانت عنده المودام، كانت عنده الميكرو. انا اللي حبست له الحوايج هذو. جويه الخمسة تاع العشيه قال لي اكرم دوك نهار السبت نروحو نشريو تليفون من تجنانت مليح. قلت له خلاص ما كان حتى بروبلام. من بعد هبط هو راح هبط عباك اسمه يخدم الكراج اللوط. رحت نجري ديريكت لقيتو مشنوق تما، ما على باليش شكون هو، يعني تبالي باش نقراهم محال، بلي مات مقتول ما على باليش كيفاه. بهذا المستودع اختل العمري بنفسه، وبهذا السلك الفولاذي ربط سلسلة حديدية لفها حول عنقه، وبهذا المكان وضع حدا لحياته. كي لحقت انا سماك لقيتو لهنا معلق الوضعيه ذيك، رجليه قايسين ومطبقين هكا ركايبو قريب قايسين الارض، ومخنوق لهنا هاك بسنسله ومضي الطرف في راي. واش نقولوا يتمسكوا بولادهم، يحكموا ولادهم، يعتني بولادهم، ما صراتلهمش كما صارت لي انا. 1 2 3 4 ضحايا للعبة الحوت الأزرق بولاية سطيف، نجت منهم واحدة فقط. اليوم طفل جديد ينتحر بنفس الطريقة. رجاء راقبوا أبناءكم في الغرف المغلقة. سمير مخربش من بلدية الطايا للشروق نيوز.